مستمعين الأعزاء عبر أثير هيفي اف ام، طابت أوقاتكم. سنكون معا في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. موضوع حلقتنا اليوم هو تلوث المياه. ما هي عوامل تلوث المياه؟ ما هي مصادر تلوث المياه؟ وما هي الحلول للتخلص من هذا التلوث؟ مستمعين الأعزاء، لا شك أن الماء هو عصب الحياة، ويوجد الماء في الخلية الحية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% من وزن الخلية، كما يوجد بنسبة 70% من الوزن الكلي للخضروات، وتزيد النسبة إلى أكثر من 90% من وزن الفاكهة، وهو العنصر الأساسي لاستمرار الإنسان وازدهار حضارته، وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة. وبالرغم من أهمية الماء للحياة سواء للشرب أو للري أو توليد الطاقة واستخدامه في الصناعة، إلا أن الإنسان يقوم بتلويثه وجعله غير صالح للاستخدام، وذلك بإلقاء النفايات والملوثات إلى مصادره. مستمعين الأكارم، أن العديد من أنشطة الإنسان في البيئة تتسبب في تلوث المياه، لذا فإن هناك العديد من مصادر تلوث المياه. نذكر منها أولا التلوث بمخلفات مياه الصرف الصحي، حيث يتم التخلص من مياه الصرف الصحي الصادرة عن المدن والقرى والمجتمعات السكنية بصرفها إلى المصارف الزراعية والبحيرات الداخلية بدون تنقية، وبذلك تكون هذه المخلفات السائلة لا تزال محملة بتركيزات عالية من الملوثات المختلفة العضوية والغير عضوية أو الميكروبيولوجية. وتتميز مياه الصرف الصحي بوجود العناصر السامة مثل الرصاص والزئبق بتركيزات عالية فوق المعدلات المسموح بها دوليا، ووجود العديد من البكتيريا الضارة للإنسان والحيوان بنسب عالية. ثانيا التلوث بالمبيدات الكيماوية، حيث أدى التوسع في استخدام المبيدات بصورة مكثفة في الأغراض الزراعية والصحية إلى تلوث المسطحات المائية بالمبيدات العضوية، إما مباشرة عن طريق إلقائها في المياه أو بطريقة غير مباشرة مع مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، كما ويتسرب جزء من هذه. ويأتي الضرر البيئي لهذه المبيدات من أن أغلبها مركبات حلقية بطيئة التحلل، وتحتوي على عناصر ثقيلة ذات درجة سمية عالية، كما أن نواتج تكسيرها يزيد من تركيز وتراكم كميات من الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح به في البيئة الزراعية. ثالثا التلوث بالنفط ومشتقاته، حيث تعتبر كميات النفط التي تصل إلى مياه الأنهار والبحار من أكثر ملوثات المياه في العالم. وأيضا من مصادر تلوث المياه التلوث بالملوثات الإشعاعية ومياه الصرف الزراعي، والتلوث بالأسمدة الكيماوية الزراعية، وكذلك التلوث بالمبيدات الكيماوية والتلوث بالطحالب. مستمعين الأعزاء، هناك بعض الحلول للتخلص من تلوث الماء. مثلا يمكن تمرير تيار هوائي قوي، وذلك لإزالة الغازات والمواد المتطايرة الذائبة في الماء مثل غاز كبريتيد الهيدروجين. كما يمكن استخدام فلاتر طبيعية من الرمل والطين والطمي على ارتفاعات مختلفة، وذلك لتصفية المياه من الشوائب ومنع مرور المواد العادمة. وفي السابق كان يستعمل الكلور لتنقية المياه من التلوث، ولكن بعد اكتشاف خطره وتكوينه لمركبات سرطانية فقد تم استبداله بغاز الأوزون. مستمعين الأعزاء، يجب تجنب استعمال المبيدات والمركبات الكيميائية التي تدوم في الطبيعة ولا تتحلل أو تتفكك، وكذلك يستحسن عمل حفر تخزين خاصة للمياه المستخدمة والعمل على تصفيتها مباشرة قبل وصولها للتربة، وأيضا سن قوانين يتم بموجبها حماية مصادر المياه من التلوث، مثل منع البناء في مناطق معينة،
ومنع استخدام المواد الكيميائية في مناطق محددة، وذلك لحماية المياه من التلوث. مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.